لسه قاري بوست الواحد بيقول والد البنت اللي انا متقدم لها طالب 15 جرام ذهب، وانا ما عنديش مشكله فيهم، بس المشكله انه طالب يتكتب في القايمه 30 جرام ذهب. هل ده عادي ولا لا؟ ممكن نصيحه يا ابني؟ انت ربنا نجاك يا ابني. اما لو شفت تعقيدات حمايه كنت رايح له قبل ما اتعرف على السوشيال ميديا خالص، ولسه خام يا عيني مش عارف اللي مستنين. امي قبل ما اروح له قعدت تقول لي تتجوز ايه يا ابني؟ انت معاك حاجه تتجوز بيها؟ قلت لها يا ماما لو حد وافق، وده شيء مستبعد يعني، عقبال ما اقعد مع البنت مرتين ثلاثه اتعرف عليها في 3 اسابيع مثلا، وبعدين لما نحدد ميعاد خطوبه وتلبيس دبل مش اقل من شهر كمان، في الشهرين دول هبقى احوش ثمن الدبله، ونعمل خطوبه سنه، في السنه دي هبقى احوش 10000 ثمن الشبكه. الكلام ده من فتره طبعا، وقلت لها بعدها لما نكتب الكتاب اي حاجه هحوشها هبقى اجيب بيها حاجه في البيت، ولما البيت يكمل نبقى نتجوز. طبعا ماما لو كان عليها كانت هتقول لي روح يا ابني نام واتغطى كويس انت شكلك تعبان، بس هي طول عمرها بتربينا انها مش هتقف في طريقنا في اي حاجه، فقالت لي روح يا ابني، هو لو حد وافق على اللي انت بتقوله ده انا يعني اللي همسكك؟ بس خد بالك انا لو جيت معاك عند اي حد هقول لهم ان انت مسؤول عن نفسك، عشان احنا مش هنضحك على حد. قلت لها تمام، وبطيش واندفاع الشباب طلبت ان اقابل ابو البنت، والراجل قال لي اتفضل تنور. رحت طبعا بعلبه الجاتوه اللي هي تعتبر اول استثمار ليا في حياتي، لان كنت حاطط فيها اللي ورايا واللي قدامي، وبسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال من حمايه ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ايه ده؟ طب ما الاسئله سهله اهو، اما المكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ تاني سؤال كان كده بالظبط، انا سمعت انك ما شاء الله صوتك جميل وحافظ القران. قلت له يعني الحمد لله، كل ده وانا مش عارف الغدر جاي منين. السؤال الثالث اقرا لنا من سوره ياسين. يا جماعه هو ده حقيقي ولا ده مجرد تسخين؟ قرات اواخر سوره ياسين وبعدها حمايه قال لي ما شاء الله جميل جدا، وحماتي جت قعدت معانا ونفس الترحيب والطيبه وكل ده، وانا قاعد مستني الكمين فين، لحد ما العشاء اذنت، فحمايه قال لي هننزل نصلي العشاء مع بعض في المسجد وانت هتصلي بينا امام في المسجد. حاولت ارفض لكنه اصر، ونزلنا وصلينا العشاء مع بعض وطلعنا تاني. كل الخوف والرهبه راحوا، وخدت راحتي وهزرنا واتكلمنا وشويه واستاذنت ومشيت، وانا ماشي مش عارف ده اللي هو كده اكيد مرفوض طبعا، لانه ما سالنيش اي سؤال ليه علاقه بالجواز، لا عشان ما بالغش برضه. هو سالني شغال ايه؟ قلت له شغال مصمم جرافيك في شركه دعايه واعلان. فانا قلت هو اكيد ما كترش في الاسئله، لان مبدئيا في رفض مثلا فمش لازم يحرجني اكتر من كده. لكن كانت المفاجاه لما اتصلت عشان اعرف رايهم وقالوا موافقين. موافقين ازاي؟ ده اهلي نفسهم مش مصدقين ان في حد هيوافق عليا. رتبنا ميعاد تاني اللي هيبقى معايا فيه والدتي وعمامي عشان نتكلم في التفاصيل بقى. قلت بس يبقى هي دي القعده اللي هتفركش كل حاجه. رحنا وبعد السلام عمي بدا الكلام، احنا طالبين ايد بنتكم وحابين نعرف طلباتكم. وساعتها سمعت اغرب طلب في حياتي، احنا عايزين ياسر. عمري ما هنسى دقه قلبي ساعتها. عمي سال طيب وبالنسبه للشبكه؟ حماية رد عليه وقال له والله دي هديه منه زي ما يحب واللي يقدر عليه. انا قاعد مش مصدق. عمي قال له طب والقايمه؟ حماية قال له ما بنكتبش قايمه. طب بالنسبه لفرش البيت في اي طلبات معينه؟ لا اللي يقدر عليه. انا عمال اسمع ولا انا ولا حد في عيلتي مصدق، فماما تدخلت. يا حاج زكريا انا بوضح ان ياسر مسؤول عن نفسه وانا حاليا مش هقدر اساعده في اي حاجه. قال لها ولا يهمك احنا نساعده. وقرينا الفاتحه على كده، واحنا بنكتب عقد الجواز حمايه كتب المؤخر جنيه باين ولا 10 جنيه مش فاكر. انا بحكي الكلام ده دلوقتي لانه فات عليه تقريبا 10 سنين. مفيش مره قابلت فيها حمايه وحماتي في البيت ولا في الشارع الا ولازم ابوس ايديهم وهم يرفضوا بشده. انا كنت بسمع عن القصص دي زمان ايام الصحابه، اللي اتجوز بتمره واللي اتجوز بخاتم، وكنت اقول احنا فين والكلام ده فين، لحد ما شفته بعيني. شفته وكان تاثيره عليا ان جميلهم ده دين في رقبتي طول حياتي، عكس خالص اللي بيحصل معاهم كده فيستغلوه اسوأ استغلال ويبداوا يعايروا البنت يقول لها انت اهلك رموكي. وبحكي عشان نفسي كل اللي حصل معاه نفس الكلام يحكي دلوقتي في الكومنتات، عشان اللي بيسال يعرف ان الدنيا فيها وفيها. وانا اول واحد هبدا احكي. انا اتجوزت باواخر سوره ياسين. سلام.